ويرحم شهداء غزة ويصبر أهلهم يا رب. حبايبي وحشتوني والله والله وحشتوني كتير كتير كتير. النهاردة نسينا نعمل العجة البلدي، العجة المصرية بتاعت زمان. جبت بصلتين وبشرتهم، هو المفروض يتقطعوا بالسكينة بس عشان أحفادي بيحبوها إيه، البصلة ما تبقاش باينة، البصلة ما تبقاش باينة. فأنا مسكتها فرمتها، وعندي جبت كام قطاية وكام قرن فلفل. همسك البصلة احطها على النار تاخد تشويحة، واقطع القوطة والفلفل واحطها عليها. طبعا كلنا شاطرين وكلنا عارفين العجة بتتعمل ازاي، وشبت وبقدونس والذي منه وبيض. تحط البيض اللي انت عايزاه على قد ما انت عايزه، ودقيق. انا عندي الدقيق اهو لسه ما حطيتهوش، وهكمل واجيلكم. انتوا وحشيني كتير 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 كتير. ربنا يخليكم ويسعدكم زي ما انتوا بتسعدوني، وانا متشكره قوي 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 على كميه التفاعل. دقيق وبتتعمل بالرز، انا بحبها بالدقيق وفي ناس بيحبوها بالرز. دي العجه دي بتاعت زمان البلدي، بتاعت ستي واجدادنا، العجه القديمه. جبت البصله اديتها تشويحه على النار بالزيت، كله بالزيت، وقطعت الفلفل وقطعت القوطه، وجبت طبق اهو الكبير ده، حطيت في الدقيق ضربته، وحطيت عليه 3 بيضات وحبه فلفل وحبه ثوماء، ورحت ضربهم في بعض، وحطيت مكعب دجاج ماكي. عندي بقدونس، لا ما عنديش، كان عندي بقدونس من الشفاء، حطيت حبه الحمد لله اهو، وهحطهم اهو في الصينيه دي. ربكم زي ما بالبركه. العجه طلعتها اهي، بس انا بعملها رقيقه، ما بحبهاش اعملها تخينه عشان ما تبقاش كيكه، يعني بحط لها نسبه الدقيق قليل. ولو عندك بيكنج باودر حطي نص معلقه صغيره، عندك كربونات حطي نص معلقه صغيره عشان تتنفس. كليها بقى بالجرجير، كليها ومعاها لفت، ممكن تنفع غدا يعني وعشاء كمان. بس ما شاء الله. وتحطي البيض اللي انت عايزاه. انا صراحه حاطه 3 بيضات بس، عشان انا عندي احفادي ما بياكلوش البيض، فعايزه احط البيض وما ويسعدكم. واهو العجه اهي ما شاء الله جميله جميله جميله، لان انا ما بحبهاش منفوشه يا ولاد، بحس ان هي عجه. العجه الاول انا قلت لكم جبت بصله وبشرتها، وحطيت حبه زيت على النار، واديت البصله تشويح، وجبت قوطه وبشرتها، وجبت فص ثوم ورحت حطهم على البصل. خلاص سبتهم لما بردت، كنت انا مجهزه الدقيق اللي انت عايزاه والكميه اللي انت عايزاها، والبيض برضك اللي انت عايزاه، ضربان في الخلاط وضربان بالشوكه كده، وحطيت عليهم ملح وفلفل اسود وسماق، لان السماق بيدي المزازه للاكل، بحبه في اي اكل صراحه من السماق. وحطيت مكعب دجاج ماجي برضك، ما اكذبش عليكم، بيدي طعم جميل جميل جميل. وسبتها حطيتها في الفرن. حطيت الكميه اللي انا وريتها لكم دي، عملت بيها قالب وصينيه اللي انتوا شفتوها دي. الحمد لله كميه كويسه. وبالهنا والشفا لله ياكل، وبالهنا والشفا لله يعمل. كل سنه وانتم طيبين يا حبايبي.